صباح الخير والجمال على عيون اجمل متابعين في الدنيا. شايفين المكونات اللي قدامنا دي؟ هنعمل منها غدوه حلوه. هنشوف مع بعض دلوقتي. معانا بسله وجزر وبطاطس متقطعه مكعبات صغيره وكميه بصل حلوه، يعني 3 مثلا كبار او 4 صغيرين، وصلصه وملح. ومعانا التوابل بتاعتنا عباره عن بابريكا وفلفل اسمر وبهارات اللي هي 7 بهارات وكمون، وطماطميه صغيره مقطعينها مكعبات صغيره، وقرن فلفل اخضر وقرن شطه حامي. دي مكونات الاكله بتاعتنا النهارده. هي اكله بسيطه ومعروفه كمان، بس اللي هتعملها بقى بطريقتي هتلاقي طعمها متغير خالص خالص خالص، حتى زي ما احنا عاملينها كده من غير لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه. هنجيب معلقه سمنه وشويه زيت ونسيحهم كده الاول. طبعا التكايه في كميه البصل دي، لازم تعملي كميه بصل كبيره زي اللي انا عاملاها كده، يعني مش بصلايه والكلام ده، لا، كميه بصل كويسه محترمه كده زي دي كده. هنحطها بقى بعد ما السمنه بتسيح ونقلبها. انا زي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا. هو طاجن تورلي او خضار مشكل. طبعا انت لو عندك كوسه وعايزه تحطيها حطيها عندك، يعني في ناس بتحط كمان بتنجان، ممكن تحطي بتنجان عادي. اي خضار عايزه تحطيه في الاكله دي، هي اكله كويسه جدا ومغذيه. فايه هو الاختلاف؟ الطريقه اللي انا بعمل بيها. لما تعمليها بالطريقه دي هتبقى مختلفه خالص وطعمها حلو جدا بجد. حتى لو عملتيها زي ما قلت لك من غير لحوم ومن غير اي حاجه خالص، يعني لحوم ولا فراخ ولا كده يعني. هنبدأ بقى نقلب البصل زي ما انتم شايفين كده. كمية البصل دي هتاخد وقت شوية عشان ايه، هي كتير عبال ما تدبل. بعد ما دبلت كده هنحط عليها بقى التوابل كلها ونقلبها. التوابل بس، لسه الملح مش دلوقتي. يا سلام، الريحة بتاعتها جميلة جدا. ريحة التوابل على البصل فظيعة. انا مش ما حبيتش ان انا اكتر في التوابل بتاعتها، فحتى يا دوبك زي ما انتم شفتوا الحاجات البسيطة دي. اول ما نقلبها كده حوالي دقيقتين 3 نبدأ بقى نحط الطماطمية اللي احنا مقطعينها والفلفل الاخضر والايه والقرن الشطه الحامي. قرن الشطه الحامي ده بيدي طعم جميل، يعني مبقاش حامي قوي بس بيدي طعم حلو. ونقلب بقى شويه بس مش كتير، عشان مش عايزين الطماطم تتهري، يعني الطماطم هتبان فيما بعد في الطاجن. يعني نقلب حوالي 5 دقايق كده، كله يمتزج مع بعضه. هي الاكله ما بتاخدش وقت خالص. هنحط الاول البسله والجزر ونقلبهم مع البصل بتاعنا ونسيبهم شويه على النار قبل البطاطس، لان البسله والجزر بياخدوا سوا شويه اكتر من البطاطس. اتقلبوا بقى كلهم بالشكل ده. هنسيبهم حوالي 5 دقايق كده. وبعد كده بعد ال5 دقايق هنجيب البطاطس بتاعتنا ونحطها. تبقى متقطعة مكعبات مش دواير زي صينية البطاطس، لا، بنقطعها مكعبات عشان تبقى نفس المستوى. البسلة والجزر يعني ايه، يبقى في الاكل مستوى زي بعضه يعني. ونحط بقى بعد كده الملح بتاعنا. انتوا عارفين هتبقى عاملة زي كباب الحلة كده، يعني البصل، كمية البصل وطريقة التحمير بتاعته في الاول وكده، كأنك بتعملي كباب حلة مش خضار بس يعني. حطينا بقى الملح، نقلب كده. نبقى مسخنين شوية مية الأول، معلقة الصلصة الأول. نحط معلقة صلصة أو معلقتين، يعني أنا حاطة حوالي معلقة ونص كده. ونقلب بقى وتسخني بقى كوباية مية، مش كتير قوي، لأن الخضار ده كله أما نحط على النار ونغطيها هيطلع المية بتاعته كمان. طبعا أنا نسيت في الأول أقول لكم تعملوا لايك للفيديو. ما تنسوش اللايك للفيديو، ويا ريت لاول مره تشوف القناه بتاعتنا تشترك فيها وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. احنا حطيناها على البوتاجاز حوالي خد حوالي نص ساعه. البخار طبعا عامل عمايل على الكاميرا صعب قوي. بعد كده بقى بنجيب طاجن بايركس، طاجن تيفال. يا سلام بقى لو طاجن فخار كمان تبقى اجمل واجمل. شايفين اصلا لونها عامل ازاي؟ باين من البخار لونها جميل جدا. طبعا بعد نص ساعه بتكون خلاص يعني استوت، هي بس تدخل الفرن تاخد طعم يعني.
بتيجي عليها الفرن والشوايه وتحطيها في الفرن حوالي 10 دقايق ربع ساعه. بتطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه جميله جدا وطعمها جميل. وطبعا احنا بنعمل اكلات موفره بقالنا كذا مره، فده توفير جامد. بتجيبي بقى الرز كده وتحطيه، تجيبي طبق كده وترصي الرز. انا حطيت في الوسط ده طبق فاضي عشان ايه؟ اعمل منظر يعني كده للتقديم يعني. اهو حطيت الرز والطبق فاضي حواليه. هشيل بقى الطبق دلوقتي واحط ايه؟ الخضار من الطاجن في النص. جربيها بالطريقه دي، جميله جدا. زي ما قلت لك كانها كباب حله، كانك بتاكلي كباب حله. جميله وريحتها جميله. شايفين شكلها حتى يتاكل من الفيديو كده. وان شاء الله تعملوها وباذن الله تعجبكم وبالهنا والشفا طبعا. ما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ولو في حد مشترك في القناه وما بتوصلوش الوصفات، يلغي الاشتراك ويرجع يعيده تاني من الاول وجديد ويفعل الجرس الاشتراكات توصله. ندوق بقى كده. هندوق بقى كده. طبعا ريحتها جميله جدا، على العلم انها من غير شوربه. ممكن تحط لها طبعا مكعب مرق الدجاج. الله، يلا ندوق. ايه الجمال ده جميله جدا. يا ريت تجربوها، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديده.